اكبر غلطه ضيعت عليا سنين في البرمجه، وكنت اتمنى حد يقول لي الكلام ده من 7 سنين. عارف ايه اكتر حاجه بتضيع وقت المبرمجين المبتدئين؟ مش لغه البرمجه الصعبه ولا حتى اللابتوب الضعيف. الغلطه الحقيقيه هي انك تكون فاكر انك بتتعلم وانت في الحقيقه واقف مكانك. النهارده هحكي لكم على اكبر غلطه عملتها وكلفتني سنين، وعايزك تركز معايا عشان ما تكررهاش. في بدايه دراستي للبرمجه وانا في اولى جامعه، كنت بدخل على يوتيوب الاقي كورس بايثون 20 ساعه، كنت اشوفه كله وانا منبهر. اخلص الكورس ده وادخل على كورس تاني الجافا سكريبت 30 ساعه، وكنت ببقى حاسس وقتها ان انا تنين مجنح وعارف كل حاجه. بس الصدمه جت لما قفلت يوتيوب وفتحت فيجوال ستوديو كود وبدات اعمل اول مشروع لنفسي. لك ان تتخيل ايه اللي حصل في اليوم ده بالظبط. اكتشفت ان انا مش عارف اكتب سطر كود واحد، مش عارف ابدا اصلا اول لاين. كنت عامل بالظبط زي اللي بيتفرج على فيديوهات جيم كل يوم وفاكر ان عضلاته هتكبر وهو قاعد على الكنبه. اللي حصل معايا ده بالظبط اسمه توتوريال هيل او سجن الكورسات او جحيم الكورسات. انت بتبقى مبسوط لان المدرس اللي بيشرح قدامك الكورس بيبقى شاطر وبيعمل الكود صح من اول مره، فعقلك يبدا يفرز دوبامين ويديك احساس وهمي بالانجاز. لكن الحقيقه انت في الوقت ده مستهلك مش صانع. البرمجه يا جماعه مهاره عضليه للعقل، لازم ايدك تشتغل وتكتب كود، ولازم تغلط، ولازم البرنامج يفرقع في وشك وتقعد ساعتين تدور على سيمي كولون ناقصه. في اللحظه دي انت بدات تتعلم. طيب اعمل ايه يا بيشو؟ انا عرفت المشكله فين بس مش عارف الحل. تعال اقول لك الحل. الحل في قاعده ال 20 80. سيادتك لو هتذاكر برمجه ساعتين في اليوم، هتاخد 20% من الساعتين دول اللي هم تقريبا 24 25 دقيقه تتفرج فيهم على الكورس، تتعلم درس معين او درسين، وتخش باقي الوقت تطبق بايدك اللي هم ال 80%. ولو المدرس عمل آلة حاسبه قدامك، لما انت تيجي تطبق مش شرط تعمل كل العمليات الرياضيه، ممكن تبدا بس ان انت تعمل الجمع. لو ظبطت معاك ابدا جرب الضرب، لو ظبطت معاك ابدا جرب الطرح، وهكذا في باقي العمليات. مش لازم تعمل مشروع 100% من اول مره. وخليك عارف ان الآلة الحاسبه اللي المدرس عملها في ساعه على اليوتيوب انت هتعملها في 10 ايام، عشان هتقعد تغلط وتصلح وتقع وتقوم وهكذا. ما تخليش حد يمسك ايدك وانت بتعوم. انزل البحر واغرق وطلع نفسك بنفسك. دي الطريقه الوحيده عشان تتعلم. في النهايه عايزك تفتكر ان الغلطه دي خلتني اعيد كورسات كتير جدا انا خلصتها بس ما طبقتش عليها. ابدا اتعلم النهارده وانت بتطبق في نفس الوقت، وافتكر انك لما بتغلط وتشد في شعرك ده معناه انك ماشي صح وبتتعلم. هستنى رايك في كومنت، لايك، شير، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي.